فمن أشهر ما نرى على الساحة، من أشهر ما نرى الغلو في بعض الأشياخ أو بعض المشايخ، غلوا في الحقيقة إذا نظرت إلى السلفيين الذين هم في أسناننا ليس موجودا فيهم هذا، ولكن نشأ من ناشئة حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام. ولا يستبعد أيضا، ولا أستبعد أيضا أنا أن يكون ثم مندس فيهم أوقد نيران هذه الفتن ليفرق السلفيين ويضعف كلمتهم ويوهن صفهم ويشتت شملهم، وليس ذلك ببعيد، فإن أهل الباطل منذ القدم من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل النفاق يندسون في أهل الإسلام، والنفاق لا يأتي إلا حينما يقوى الإسلام، فيندس أهل النفاق إذا قمعوا اندسوا في صفوف السلفيين، كما اندس المنافقون في صفوف أهل الإسلام حينما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، كما ذكر ذلك أهل العلم، فإن المجتمع المكي لم يكن فيه نفاق لأن المسلمين مستضعفين، فلما قوي أهل الإسلام في المدينة وخاف الأعداء منهم اندس النفاق والمنافقون فيهم ليفرقوهم، ولكن الله جل وعلا قد فضحهم وأنزل فيهم القرآن يتلى إلى يوم القيامة، آيات وسور، أو سورة المنافقون. فالشاهد لم يزل أهل الشر إذا قوي أهل الحق لم يزالوا يبحثون عن الطرائق التي ينالون بها من أهل السنة ليفرقوهم ويضعفوهم حتى لا يقفوا صفا واحدا وجدارا واحدا منيعا في وجوههم. فنرى في هذه الآونة الآن على الساحة غلو عجيب غريب. فمثلا ما من مسلم فضلا عن السلفيين من المسلمين الذين يعرفون العلم وطلبوه، ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر. وأشار إلى من؟ إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. من قال هذه المقالة؟ الإمام مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه. ما منا إلا راد ومردود عليه. فالآن ترون على الساحة الذين يتابعون أو بعض الذين يتابعون، ولا أظن الناس الآن إلا يتابعون مع هذه الوسائل، الويل لك إذا قلت أخطأ الشيخ فلان. والرد قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة، قال أئمة الهدى. على طول يقول عنك أنك إيش؟ انقلبت وتغيرت وبدأت تطعن في المشايخ. الله أكبر. الذي يرد الخطأ قلب وأصبح طعان في المشايخ أو في العلماء كما يقولون. من أنت أصلا؟ إذا بحثت وجدتم هؤلاء غلمان أعمارهم لم تتجاوز أسنان بعضكم الحاضرين الآن في الدعوة إلى الله على المنهج السلفي، فأصبح هو يحكم على المشايخ ويقومهم، وهذه مصيبة عظيمة وطامة جسيمة. الرد للباطل وحماية دين الله جل وعلا وتنقية شرعه ومنهاجه
من أن يلصق به ما ليس فيه أو ما ليس منه أصبح طعنا؟ نعم. لماذا؟ لا يستطيع هو أن يقول غير هذه العبارة. هذه العبارة ظاهرها حق ولكنها باطلة، أراد بها ألا يقال أحد من الناس يخطئ أو من المشايخ يخطئ. هذا كلام باطل. ما في أحد معصوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. الليث ابن سعد إمام أهل مصر قال هذا ما خالف فيه مالك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما صاحبان بينهم من المحبة والمودة والصلة الشيء العجيب. اقرأوا في سيرتيهما. هذا ما خالف مالك فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالله الليث يطعن في مالك؟ أسألكم بالله، وهما صاحبان، ما يمكن. لكن هذه طريقة أهل العلم، أراد بها التنفير من الخطأ أو اتباع مالك على ما أخطأ فيه. ونحن نظن في الليث هذا، ومالك يعلم أنه ما منا إلا راد ومردود عليه. انجرت هذه العبارة إلى مشكلة أخرى. يعني هذه العبارة أنت تطعن في المشايخ، تمام، انجرت ارتفعت الدرجة الثانية التي تليها العالم معصوم أو الشيخ معصوم، وإن لم يقولوه بألسنتهم هؤلاء لكن أفعالهم دالة عليه. ما في أحد معصوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا فلان لا يخطئ هكذا، وقالوا فلان لم يجد الزمان بمثله، وبعضهم قال لا أظنه يأتي مثله. هذا كله موجود في الساحة. أنا ما أتكلم معكم من فراغ ما دام قد جرنا الحديث إليه. فهذه مصيبة عظيمة. هذه ليست التربية السلفية أبدا. الذي تربينا عليه وربانا عليه أشياخنا، وأشياخنا رباهم عليه شيوخهم، أنه ما منا إلا راد ومردود عليه، وكل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأصبح تعصب انتقل بعد ذلك إلى شبيه الرفض، نسأل الله العافية والسلامة. غلاة المقلدة هكذا يقولون. كنا قبل نقرأ هذا في الكتب عن غلاة المقلدة. غلاة المقلدة يوجد عندهم هذا. حتى إن بعضهم قال كل حديث خالف مذهب إمامنا فهو إما منسوخ وإما مؤول. أسألكم بالله، هل هذا القول قول عاقل؟ موجود في الكتب هذا، في متعصبة المقلدة وغلاة المقلدة السابقين. كل قول حديث خالف مذهب إمامنا فهو إما منسوخ وإما مقلد، وإما مؤول، فهو إما منسوخ وإما مؤول. فأصبح إيش؟ شيخه أو إمامه هو الذي يستحق أن يقال صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم هو المتأخر. فأصبح النبي عليه الصلاة والسلام وحديثه هو المخالف للإمام وللشيخ. هذه كارثة عظيمة. وقال الآخر من مجانين غلاة التعصب والتقليد لما ذكر إمامه قال فما في المغربين له نظير ولا في المشرقين ولا بكوفة، فلعنة ربنا تعداد رمل على من رد قول أبي حنيفة. هذا موجود في الكتب مسبور، وذكره أئمة الدعوة السلفية وعلماء الدعوة السلفية في كل الأزمان، ذكروه ليحذروا منه. ومن هنا انطلق شيخ الإسلام في الأعصار المتأخرة الإمام المجدد المجاهد محمد عبد الوهاب رحمه الله إلى كتاب التوحيد، وجعل فيه بابا يحارب هذا الغلو، باب من أطاع في تحريم ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله سبحانه وتعالى. إيش هذا الكلام؟ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم إلى آخر الآيات. فإذا كان هذا قد نعاه الله على قوم قبلنا، الآن نحن نأتي نقع فيه.
هذه مصيبة عظيمة ما يقبلها مسلم، فضلا عن السلفيين الذين هم سادة هذا الباب، أعني باب الدعوة إلى الاتباع ومحاربة الغلو والتعصب والابتداع، فضلا عنهم، فهم سادات هذا الميدان، رحم الله موتاهم وألحقنا بهم غير مبدلين ولا مغيرين، ووفق الله أحياءهم. هذه المصيبة مصيبة عظيمة جدا، مصيبة عظيمة جدا.